حرص عدد كبير من النجمات والنجوم على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال45. وبيعتبر مهرجان القاهرة السينمائي بيعتبر مهرجان دولي، واختارت الفساتين الفنانات بأناقة واختلاف. اللون اللي كان سايد على السجادة الحمراء كان اللون الأبيض والأسود، وحضرت فنانين وفنانات كتار جدا، من ضمنهم أروى جودة واللي كان أجرأ فستان على السجادة الحمراء، ويجي بعديها ليلى علوي ولبلبة وميمي جمال ومنال سلامة، كمان مريهان حسين ورزان مغربي. وبيعتبر كمان فستان الإعلامية رزان مغربي من ضمن الفساتين الجريئة في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال45. وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي مساء الأربعاء 13 نوفمبر الدورة ال45 برئاسة الفنان حسين فهمي، وده كان وقت 8 مساء على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وبحضور عديد من النجوم وصناع السينما من جميع أنحاء العالم وخصوصا مصر. وافتتح المهرجان دورته الجديدة والمقرر إقامتها خلال فترة من 13 ل 22 نوفمبر الجاري بعرض الفيلم الفلسطيني أحلام عابرة للمخرج رشيد مشهرواي في عرضه العالمي الأول بحضور صناعه. كمان 40 من مهرجان القاهرة السينمائي هيشارك فيه أكتر من 190 فيلم من 72 دولة، كمان حلقتين تلفزيونتين، وكمان فعاليات 16 عرض على السجادة الحمراء و17 عرض عالميين و8 عروض دولية و119 عرض لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كمان بيكرم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال45 3 شخصيات سينمائية بارزة جدا جدا، من ضمنهم المخرج المصري يسري نصر الله، واللي بياخد جايزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر تقدير لمسيرته الفنية الحافلة. وكمان بياخد النجم أحمد عز جائزة فاتن حمامة للتميز. وكمان بيتم تكريم المخرج البوسني دانيس دوفونيتش اللي بيترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية. مهرجان القاهرة السينمائي بيعتبر من أعرق وأهم المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وفي الشرق الأوسط، وبينفرد كأنه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية اللي بيعتبر من الفئة في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس FEABF.